السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم. اليوم غنحضر معكم حلوة الزليجة او حلوة الرخامة اللي كتجي لذيذة وسهلة في التحضير. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. انا عندي نصف كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني محمر ومهرمش بهذه الطريقة كيف ما كتشاهدوا، اللي غادي نضيف ليه 4 معالق صغيره ديال القرفه. كنسموه بالقرفه، كتعطي واحد لوغو زوين. غادي نجمع هاد الكاوكاو او الفول السوداني، غادي نجمعوه بالعسل. العسل منزلي، كنفضل انه يكون منزلي لانه كيكون منكه. تقدروا تستعملوا حتى الجاهز، غير بالنسبه لهذا العسل كيكون منكه بالحامض، القرفه، الزعفران الحار، المسكه الحره، كيعطي واحد النكهه زوينه للحلوه ديالنا. كنخدموا الكاوكاو مع العسل حتى كينسجموا ويتجمع لنا الكاوكاو. بالنسبه للعسل الا كان الجو بارد من الاحسن تسخنوه شويه باش يجيكم سهل في الخدمه. انا تقريبا ضفت 6 المعالق كبار ديال العسل، ممكن نبقاو نضيفو شويه بشويه حتى كيتجمع لنا الكاوكاو. اهم حاجه ان الكاوكاو ما طحنوش بزاف، يكون غير مهرمش باش تبقى لكم ديك التهرمشه في الحلوه باش كيجي زوين. كنجمعوا الكاوكاو حتى كنحصلوا على هذه النتيجه، كيولي يتجمع لينا بسهوله. من بعد غادي نوضعوه فوق ورق الطبخ كيف ما كتشاهدوا، ونوضعوا ورق اخر فوق منه بهذه الطريقه هذه. نضغطوا شويه بايدينا وناخذ واحد المدلك ونبدا نبسط في الكاوكاو بهذه الطريقه كيف ما كتشاهدوا حتى كيتوسط معنا. من بعد كنحاول انني نكون قاد دوك الجوانب باش ناخذ واحد الشكل يكون مربع بهذا الشكل هذا، وكنعاود تاني نبسط بالمدلك. كنقادو دوك الجوانب باش ناخذ واحد الشكل مستطيل او مربع. بنفس الطريقه غادي نقادو الجوانب الاخرى باش كنحصلوا على الشكل المطلوب، باش ما كيكونوش عندنا دوك الزوائد، ما تضيعش لنا الحلوه بزاف. صافي كنبسطو مزيان. حنا خدينا دابا الشكل ديال المستطيل، غادي نقادوه واحد شويه بحال هكذا بايدينا وعاد نزيدو نبسطو على حسب السمك اللي بغيتو نتوما. واش بغيتو السمك يكون كبير شويه او لا متوسط، المهم لكم الاختيار في اختيار السمك. غنعاود نبسط مزيان بالمدلك حتى كنحصل على السمك اللي بغيت، يكون سمك متوسط. هذا هو الشكل، هذا هو السمك اللي بغينا. من بعد ما بسطت عجينه الكاوكاو غادي نوضعها فوق منها الشكلاط الاسود اللي ذوبته في حمام مائي. غادي نوضعو غير طبقه رقيقه ديال الشكلاط لان هذه هي الطبقه اللي غتكون في الاسفل، تكون رقيقه شويه. نقادها هكا بمعلقه حتى كنغطيها كامله. كنخليو الشكلاط ديالنا حتى كينشف ما يبقاش يلصق في الايد. من بعد كناخذوا واحد الورق وكنقلبوه بهذه الطريقه هذه باش كنقادو الطبقه الاخرى، الطبقه اللي كتكون في الاعلى. بالنسبه لهاد الحلوه ما تدخلوهاش للثلاجه نهائيا قبل ما تقطع باش كتجيكم سهله في التقطاع. كنوضع الشكلاط الاسود، هاد الطبقه خص تكون طبقه غليظه، تنوضع الشكلاط بالزيت تكون طبقه شويه سميكه. كنقاد بحال هكا بالمعلقه، كنوزع داك الشكلاط بشكل متساوي
حاولوا اننا نكونوا سرع شويه، لانه الا كان الجو بارد راه كينشف معكم الشكلاط دغيا، ما خاصوش ينشف حتى كنكملوا التزيين ديال الحلوه ديالنا. ضروري الشكلاط يكون سخون، خصوصا الا كان الجو بارد. من بعد ما قديتها مباشره غنزينها بخطوط الشكلاط الابيض، خطوط عشوائيه. رغم ان صراحه هاد الشكلاط الابيض صدق ليا ما زوينش، نتوما اختاروا نوعيه جيده. كنديها ونجيبها بحال هكا بواحد الكيردون او اللاموس حتى كنحصل على هاد الشكل هذا، وكنخليها حتى كتبرد، ما كندخلوهاش للثلاجه نهائيا. من بعد ما بردات كنقطع ليها الجوانب، الموس يكون ماضي باش دغيا كتقطع لكم، وما تخليوهاش حتى تنشف بزاف، غير تشد راسها وتقطعوها مباشره، ما تدخلوهاش للثلاجه، لان الا دخلتوها للثلاجه غادي تهرس لكم في التقطاع. صافي من بعد كنقطع، اما تعبروا بمسطره، انا هكا قطعت هكا عيني ميزاني، تقدروا تعبروا. انا خديت القياس الصراحه غير بعيني، ولكم الاختيار. صافي كنقطعها هكا بشكل طولي، كتجينا ساهله في التقطاع، بسهوله كنقطعوها، ما كتهرش معنا نهائيا. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، اعملوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وشكرا. الا عندكم شي سؤال خليوه لي في التعليقات، غادي نجاوبكم ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو كتبوا لي شي تعليق زوين. من بعد مساله التقطاع شوفوا كيفاش كتجي. دابا غادي نقطعوها على شكل اما مربعات او لا على شكل معين، يعني اختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو. انا هنايا اختاريت شكل معين، قطعتها هكا، تقطع بكل سهوله. شوفوا كيفاش كتجي، ما شاء الله كتجي بنينه، وكتجي حتى الشكل ديالها كتجي رائع. من اسرار نجاح هاد الحلوه انها ما تدخلش للثلاجه حتى كنقطعوها، والشوكولاط يكون نوعيه جيده، واكيد غادي تنجح معكم. انا خديت هنا واحده اخرى غادي نقطعها معكم كذلك على شكل معين. من بعد ما تقطعوها، الا كان الجو سخون احتفظوا بها في الثلاجه باش ما كيدوبش لكم الشكلاط. تقدروا توضعوها في الكويغطات، انا صراحه ما استعملتهمش، ما توفروش عندي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، حلوه الرخامه او الزليجه اللي كتجي لذيذه في هذيك النكهه ديال القرفه، كتجي منكهه، كتجي في هذيك الهرمشه ديال الكاوكاو من الداخل، كتجي لذيذه بزاف. جربوها غادي تعجبكم اكيد. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.